أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم بكل مشاهدينا الكرام على قناتكم المفضلة الكرة في النادي. احنا مش عايزين نزعل، احنا كنا بنلعب ريال مدريد. عارفين يعني ايه ريال مدريد؟ لوكا مودريتش، على اسينسو، رودريجو. يعني احنا بنلاعب يا جماعة احسن لعيبة العالم، بنلاعب اعلى فريق في العالم، ريال مدريد. عارفين ريال مدريد يعني ايه؟ الفريق الاول على العالم. فده ما يزعلش، ده شرف، ده شرف لينا يا جماعة ان احنا بنلاعب ريال مدريد في كأس العالم للأندية اللي احنا مشتركين فيها للمرة الثامنة على التوالي. 8 مشاركات يا جماعة، 8 مشاركات للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وبنلاعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي. قبل النهائي ده يعني إنجاز كبير للنادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله المباراة القادمة، احنا دلوقتي فزنا على بطل البرازيل، وبعديه فزنا، لا مش البرازيل يا ربي، احنا فزنا على بطل امريكا الجنوبية، وفزنا على اوكلاند سيتي، وبعد كده بطل امريكا الجنوبية اللي هو سياتل. وبعد كده وصلنا للدور قبل النهائي لملاقاة فريق ريال مدريد. ان شاء الله باذن الله المباراة القادمة هتبقى مع فلامانجو البرازيلي على المركز الثالث والرابع. والمركز الثالث والرابع طبعا ده يا جماعة احنا ده مش غريب علينا، الميدالية البرونزية ده ملكنا، الملك لينا بقالنا 3 مشاركات او 4 مشاركات محافظين على الميدالية البرونزية. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله كلنا ثقة في النادي الاهلي وفي لاعيبة النادي الاهلي، ان احنا باذن الله نحقق برونزية العالم ونحافظ عليها باذن الله باذن الله. احنا يا جماعة كجماهير للنادي الاهلي مساندين للنادي الاهلي، مساندين قلبا وقالبا لمجلس ادارة النادي الاهلي. انتوا عملتوا اللي عليكم والزيادة كمان. بالنسبة للعيبة احنا مش زعلانين خالص نهائي. احنا يعني كلنا كنا تمني، احنا ده كان تمني لكل جماهير النادي الاهلي ان احنا نحقق الميدالية الفضية على اقل تقدير. يعني كان عندنا امل كبير ان احنا على الاقل خالص ان احنا نحقق الميدالية الفضية، لكن قدر الله ما شاء فعل. لاعيبة الاهلي عملوا اللي عليهم وزيادة. المدرب عمل اللي عليه وزيادة. في يعني بعض الاخطاء بالنسبة للعيبة. الخطأ التمركز بالنسبة لمحمود متولي، خطأ التهاون من خط الدفاع، اخطاء بالجملة اللي هي كانت في نهاية المباراة اللي ادت الى دخول هدفين 2 في نهاية المباراة. بس طبعا معروف عن ريال مدريد ان هو بيجيد الدقايق الاخيرة من كل مبارياته، ودي اللي ما اتعملش حسابها من المدرب النادي الاهلي، مدرب النادي الاهلي، ان هو ريال مدريد بيجيد ادارة المباراة او استغلال الدقايق الاخيرة في جميع مبارياته. وهو فعلا احسن استغلال للدقائق الاخيره للمباراه، واحرز هدفين من اخطاء ساذجه جدا 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 من خط دفاع النادي الاهلي. طبعا لا نلوم محمود متولي. محمود متولي اخطأ في الهدف الاول، لكن برضه لا نلومه ولا نلوم اي لاعب من لاعيبه النادي الاهلي، وبنقول لهم شرفتونا رجاله، وانتوا رجاله على طول، وانتم سبب الفرحه الكبيره لجماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه كلها عامه. عملتوا اللي عليكم، شرفتونا وشرفتوا القاره المصريه، لكن كلنا امل في الميداليه، في تحقيق الميداليه البرونزيه ان شاء الله
في المباراة اللي جاية مع نادي فلامانجو البرازيلي بإذن الله. ليه عتاب كبير على اللعيبة بتاعت النادي الأهلي اللي اتغيرت. أول لاعب عتابي الكبير عليه طريقة خروجه في التغيير من الملعب، الكابتن مجدي قفشة. تاني لاعب الكابتن حسين الشحات. دي مش أسلوب النادي الأهلي، وده مش وضع النادي الأهلي، ودي مش أخلاق لاعيبة النادي الأهلي اللي هي موجودة على مر التاريخ بالنسبة للنادي الأهلي، إن هم يعترضوا على تغييرهم من المدرب. كابتن حسين الشحات كانت لحظة خروجه مش كويسة بصراحة، يعني عشان بس الحق يقال. مجدي قفشة برضو نفس الحوار. اللعيبة اللي بتتغير يا جماعة، احنا معاكم، انتوا عايزين تكملوا المباراة وعايزين تلعبوا، لكن انتوا ما انتوش ادرى بالملعب، وما انتوش ادرى بالخطة اللي في دماغ المدرب، او المدرب عاوز ايه من المباراة، او عاوز ايه من التغييرات، او شايف ايه من التغييرات اللي بتتعمل. فما ينفعش وجه الاعتراض نهائي يا كباتن النادي الاهلي. كابتن حسين الشحات ما ينفعش، كابتن مجدي قفشة برضو ما ينفعش اللي انتوا عملتوه. وانا برضو من انتمائي للنادي الاهلي، انا مع اجادتكم وتشريفكم لكل جماهير النادي، تشريفكم لمصر كلها مش جماهير الاهلي بس. انا بطالب كابتن سيد عبد الحفيظ بالتدخل للتحقيق مع الاثنين اللعيبه دول، والعقوبات المتفق عليها او على حسب اللائحه الموضوعه للعيبه. كابتن سيد عبد الحفيظ يتدخل، لان دي المنظر ده احنا مش عايزينه، ومش عايزينه يتكرر مره اخرى لاي لاعب من لاعيبه النادي الاهلي. مرة تانية قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. انتوا عملتوا اللي عليكم، لعيبة رجالة. شرفتم الكرة المصرية، شرفتم الكرة العربية، شرفتم الكرة الافريقية. اشتراككم على المستوى العالمي اللي انتوا كنتوا فيه، او اللي انتوا ما زلتم موجودين فيه، شرف كل عربي، وشرف كل مصري، وشرف كل اهلاوي وافريقي، وشرف القارة الافريقية كلها. حصولكم ان شاء الله ان شاء الله على الميدالية البرونزية شرف كبير، والمحافظة عليها شرف كبير للكرة المصرية وللنادي الاهلي. يا لعيبة كبار، انتوا لعيبة كبار، انتوا يعني جيل لا يمكن يعوض. الاجيال اللي بتوصل كاس العالم دي اجيال لا تعوض، مسجله تاريخها، ومسجله المشاركات والتاريخ بتاعها باحرف من نور على المستوى العالمي. يكفي ان ريال مدريد، قناة ريال مدريد الخاصة ابرزت مساحات كبيرة جدا جدا عن النادي الأهلي، وعن لعيبة النادي الأهلي، وعن مستوى النادي الأهلي. ولا أخفي لكم سرا، اقروا الحديث المنشور لأنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وهو بيشيد بالنادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، ويعني بيقول كلام كبير جدا 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 على النادي الأهلي. شوفوا الصحف العالمية كلها قايلة ايه او عناوينها ايه على النادي الاهلي المصري. النادي الاهلي حديث العالم كله في الميديا العالمية وقنوات الرياضية العالمية والصحف الرياضية العالمية كلها بتتحدث عن النادي الاهلي ومشاركات النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي ومستوى النادي الاهلي. يكفينا فخرا ان النادي الاهلي عرف العالم الرياضي كله، العالم الاجنبي الرياضي كله، ان في فريق عربي ومصري افريقي
اسمه النادي الاهلي وخلاه على كل لسان في العالم كله. العالم كله دلوقتي بيبص لمصر ويقول النادي الاهلي، النادي الاهلي المصري. يكفينا شرف لتحقيق الفخر لمصر وللكرة العربية والكرة الإفريقية. إن شاء الله بإذن الله. كان عندنا أمل، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كان عندي أنا شخصيا كان عندي أمل بإن الأهلي يوصل للمباراة النهائية ويقابل الهلال السعودي، وتبقى تاريخ عربي كبير جدا جدا حققه الناديين الاتنين، بإن نهائي المونديال يبقى عربي عربي خالص للنادي الأهلي ونادي الهلال. لكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء. ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يحافظ لنا ان شاء الله باذن الله على الميداليه البرونزيه امام فلامانجو البرازيلي ان شاء الله باذن الله. لو جينا نشوف لاعيبه النادي الاهلي النهارده يا جماعه، لاعيبه النادي الاهلي النهارده مفيش لاعب الحمد لله الحمد لله قصر، مفيش لاعب ما عملش اللي عليه على حسب الخطه الموضوعه من المدرب كولر. المدرب نفسه ما قصرش. احنا كنا متحفظين شويه في الشوط الاولاني وادينا فرصه لريال مدريد ان هو يضغطنا. كنا بنقابل من نص الملعب بتاعنا، ما كناش بنقابل من قدام، او ما كانش عندنا الاستطاعه او الجرأة ان احنا نضغط على فريق ريال مدريد من قدام، لان ما كانش ينفع لان احنا ما نقدرش نجاري اللعيبه بتاعه ريال مدريد، ما نقدرش نجاريها وما نقدرش نفتح الملعب زي ما اتفتح مننا في اخر 5 دقايق او اخر 4 دقايق ودخل فينا جونين. لو احنا كنا عملنا الموضوع ده ولعبنا بالمعتاد بالنسبه للنادي الاهلي، او لعبنا كوره النادي الاهلي اللي هي الضغط على على اللعيبه على المنافس من كل ارجاء الملعب من قدام، طبعا كانت الخطوط كلها هتتفتح وما كناش هنقدر نجاري اللعيبه العالميه اللي موجوده في فريق ريال مدريد. كفايه او اسينسو. وبعدين انتوا شفتوا اسينسو يعني مستواه عامل ايه، شفتوا لوكا مودريتش مستواه عامل ايه، الحاصل على الكره العالميه احسن لاعب في العالم قبل كده. شفنا رودريجو، شفنا انا كل دماغي يا جماعه في اسينسو. ده لاعب خطير جدا جدا جدا، وده ده هيبقى ان شاء الله في المستقبل النجم الاوحد لريال مدريد. ده اذا استمر مع ريال مدريد ده هيبقى خليفة رونالدو. يعني لاعب خفيف سريع حريف، ما فيش يعني زي ما بنقول لاعب زي ما بيقول الكتاب، لاعب ما فيهوش غلط، لعيب على مستوى عالي جدا 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 من الحرفنة والكرة زي ما بنقولوا مربوطة في رجليه بأستك، ما بتروحش منه ما بتضيعش منه. النهارده شفنا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي مستوى كويس جدا بصرف النظر على الاهداف اللي دخلت فيه، لان الاهداف اللي دخلت فيه كلها اخطاء تمركز دفاعي من خط الدفاع لا يسأل عنها محمد الشناوي نهائيا. جميع الاهداف اللي دخلت في مرمى الاهلي النهارده اللي هم الاربع اهداف لا يسأل عنها محمد الشناوي، لكن يسأل عنها التمركز الخاطئ والسرحان اللي حصل لخط الدفاع وخاصة في ال5 دقايق الأخرانيين. شفنا جون ضربة الجزاء اللي أحرزها علي معلول، طبعا ما هيش جديدة على علي معلول ضربة الجزاء اللي هو أحرزها. طبعا هو المتخصص الأول في ضربات الجزاء للنادي الأهلي، وحطها بحرفنة واقتدار، ودى الحارس في اتجاه وحط الكرة في اتجاه تاني. ده طبعا علي معلول ابننا
المحترف في فريق النادي الاهلي، ابننا التونسي المحترف في فريق النادي الاهلي. هو دلوقتي بقى اهلاوي قلبا وقالبا بصرف النظر عن انه تونسي، لان الراجل ده يا جماعه بيحب الاهلي وعاشق كبير جدا جدا للنادي الاهلي. شفنا طبعا حسين الشحات، مع ان ليا تحفظ عليه في الشوط الاول. ما كانش هو برضه حسين الشحات كان مخضوض. محمد شريف ضيع هدف، بس برضه يا جماعة معلش مش هو المهاجم بتاع النادي الأهلي. معلش أنا أقول كده على محمد شريف، معلش يعني أنا آسف، لكن إحنا بنقول الواقع اللي إحنا عايشين فيه. المهاجم إحنا عايزين مهاجم كبير، مهاجم يستغل أنصاف الفرص ويحرز منها أهداف، مهاجم متحرك، مهاجم سريع، مهاجم بيلعب كرة شاملة برجليه الاتنين، مهاجم بيلعب هيد بدماغه. يعني بص احنا عايزين مهاجم كامل الاوصاف زي ما بيقولوا، لا يليق باسم النادي الاهلي، ويقدر يسجل اهداف زي ما بنقول من انصاف الفرص ومن اقل الفرص اللي بتتاح ليه، زي ما شفنا اسينسو كده. احنا نفسنا يعني طبعا مش هنقدر نجيب اسينسو، طبعا ده صعب جدا، لكن احنا عايزين مهاجم قريب من الاوصاف دي. النادي الاهلي يليق بيه ان احنا نشوف مهاجم او يجيله مهاجم يعني قريب من اوصاف النجم ريال مدريد اللي هو اسينسو. عايزين طبعا هو اللي ينقص النادي الاهلي هو المهاجم. حسين الشحات في الفترة الأخيرة بدأ مستواه يتحسن، بدأ مستواه يعلى، وإن شاء الله بإذن الله يتلافى الأخطاء بتاعته. كابتن أحمد عبد القادر برضو ما هوش لسه برضو مش قادر يتخلص من إنهاء الكورة من رجليه، اللي هي بعد ما يرقص وبعد ما يجري وبعد ما يعمل كل حاجة عند الخط الشمال. لازم يكون في فاعلية اكتر من كده بالنسبة لاحمد عبد القادر. عايزين الفاعلية الكبيرة بعد ما بترقص وبعد ما بتعمل كل اللي انت عايزه، عايزين الفاعلية بقى، عايزين الفاعلية. انما احنا بنرقص وبنجري وبنعمل وبعدين في الاخر الكرة بتضيع. ما يعني ما فيش فاعلية وما فيش تحركات انك انت تباصي وتجري وتقدر ممكن تاخد الكرة تاني وبتاع. لا، هي الفاعلية دي النقطة دي اللي ناقصة احمد عبد القادر، وان شاء الله في الفترة اللي جاية يقدر يستكملها، وان شاء الله ان شاء الله نشوفه في احسن حالاته وفي احسن مستوياته باذن الله. طبعا بقية الفريق كله 10/10 النهاردة بصراحة، قدوا ما عليهم رجالة. بس انا كنت يعني ايه بتحفظ على بعض الملاحظات اللي انا اتكلمت فيها بالنسبة لمحمد شريف، بالنسبة لأحمد عبد القادر، بالنسبة لحسين الشحات، لان هم دول اللي كانوا ظاهرين قوي، او نقدر نقول الاخطاء اللي كانوا بيقعوا فيها كانت ظاهرة قوي النهاردة في الملعب. انا معاك، ونقدر نقول ان في ناس هتقول الخطأ بتاع الهدف الكبير لمحمود متولي ان هو بادئ من خطأ رئيسي من اليو ديانج. بس اليو ديانج يا جماعه مش ما يقدرش يعمل في ما يقدرش يعمل في الكوره ده اكتر من كده. اليو ديانج راجع بظهره، بيلعب بظهره، ما هو شايف مين اللي في ظهره، عشان كده هو لعب الكوره بدماغه لمحمود متولي. محمود متولي اللي اخطأ استقبال الكوره، مش اليو ديانج. اليو ديانج ما نقدرش نلومه، ما نقدرش نقول عليه ان هو السبب الرئيسي الاولاني في رجوع الكرة لمحمود متولي. ومحمود متولي طبعا اخطأ في التفاعل مع الكرة وخدها المهاجم وحطها في الجون اللي هو الجون الاولاني اللي هو رودريجو. طبعا ما اللي بعد كده كله، طبعا اللاعيبه التانية كلها النهارده ظهر بمستوى عالي جدا جدا، وعجبني قوي محمد هاني اللي مستواه في ارتفاع مستمر. محمد هاني يا جماعه النهارده لعب مباراه عمره
على اسينسو، والنهارده خلاه يعني يعتبر مش موجود في الملعب لولا الكورتين ثلاثة اللي هو خطفهم، الجونين اللي هو جابهم في نهاية المباراة. لكن محمد هاني النهارده هو يعتبر اسينسو دون اقل لاعيبة ريال مدريد النهارده في الاداء. ده بفضل محمد هاني. هاني كان فارض عليه رقابة صارمة، خلاه مش موجود اساسا في الملعب لولا الهفوات اللي ظهرت وخلته احرز هدفين في النادي الاهلي. الخطأ الاولاني اللي هو بتاع محمود متولي، والخطأ بتاع التمركز في اخر 5 دقايق للنادي الاهلي. وطبعا معروف على ريال مدريد زي ما قلنا بان هو بيحسن استغلال الدقايق الاخيره في جميع مبارياته. لو شفتوا جميع مبارياته هتلاقوا ان ريال مدريد دايما بيحسن استغلال الدقائق الاخيره في جميع مبارياته، في كل مباريات بيعرف يلعب فيها كويس، بيقدر يتحكم فيها كويس، بيحرز اغلبيه اهدافه فيها كويس. زي ما احنا بنقول الاهلي ملك البلاس 90، لا ريال مدريد ملك الدقائق الاخيره من جميع مبارياته. ال4 دقائق وال5 دقائق الاخرانيين لو انتوا تلاحظوا او تشوفهم اداء ريال مدريد في ال5 دقائق الاخيره دايما بيخلص جميع مبارياته وبيحرز جميع اهدافه، بما فيهم مباراته مع النادي الاهلي النهارده. شرفتونا يا لاعيبه النادي الاهلي، فرد بصرف النظر عن اي اخطاء، بصرف النظر عن اي احداث حصلت النهارده. لكن النادي الاهلي شرف الكره العربيه، شرف الكره المصريه، شرف الكره الافريقيه عالميا في كأس العالم للانديه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنبارك للنادي الاهلي على الميداليه البرونزيه ومحافظته على الحصول في الميداليه البرونزيه للنسخ ال4 الأخيرة أو ال5 الأخيرة على التوالي، إن إحنا إن شاء الله محافظين على مركزنا في الميدالية البرونزية بإذن الله وما نفقدهاش بإذن الله. وإحنا في انتظاركم بالميدالية البرونزية بعد تحقيق الفوز على نادي فلامانجو البرازيلي إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم. وكلنا ثقة بلاعيبة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. وبرضه أنا بعيد وأكرر شرفتونا. وطبعا النغمة السائدة من بعض المشجعين، مفيش داعي لذكر الأسامي، انتوا يعني ما فيش كلام الواحد يقوله قبل ما تلوموا النادي الأهلي وقبل ما تعايروا جماهير النادي الأهلي بفوز ريال مدريد على الأهلي 4-1. أيوة أنا بقول أهو بالفم المليان 4-1. ده ريال مدريد. انتوا كنتوا بتتكلموا على مين؟ انتوا كنتوا بتلعبوا فاركو يا جماعة. فاركو 3-0 مش 4-1، 3-0 فاركو مش ريال مدريد الفريق الأول على العالم. فطبعا مفيش داعي للتحفيل، لأن التحفيل ده مش في مكانه ومش في محله. لأن طبعا انتوا بتتكلموا على ايه؟ طيب اوصلوا انتوا الأول وشاركوا ولو مرة واحدة، مش 8 مرات، لا مرة واحدة اوصلوا وشاركوا في كأس العالم للأندية. وبعد كده نشوف انتوا هتعملوا ايه ونشوف انتوا مستواكوا هيبقى ايه. هل هتقدروا تلعبوا ريال مدريد وتوصلوا للمستوى دون؟ ما توصلوا للمستوى ده نتكلم ونشوف ونبدأ نقارن ونبدأ نحفل ونقول والله ده كان وجرى وعملوا 4-1 وبتاع. انتوا ده فاركو لسه سخن يا جماعة، لسه ما بريتش 3-0. فطبعا ما فيش داعي للتحفيل. الاهلي كان بيلعب باسم مصر، ما كانش بيلعب باسم الاهلي ولا الزمالك ولا بتاع، لا الاهلي كان بيلعب باسم مصر وبيمثل مصر. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيجيب الميدالية البرونزية بإذن الله وهيحافظ عليها بإذن الله. ودايما مفرحنا ودايما مشرفنا، وهو دايما النادي الأهلي المصري، النادي الأهلي المصري. وعاشت رجالة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي احنا بنسانده وبندعمه
وبنساند اللعيبة وبندعمهم وبنساند المدرب اللي جميع إحصائياته العالم كله بيتكلم عليها النهاردة، بما فيهم قناة ريال مدريد الخاصة اتكلمت على إحصائيات المدرب مع النادي الأهلي، وكلها إحصائيات ناجحة وكبيرة جدا جدا جدا، وتشرف أي مصري وتشرف أي عربي وتشرف أي إفريقي على المستوى العالمي اللي فيه النادي الأهلي. والحمد لله على كل شيء، وقدر الله ما شاء فعل. يا لاعيبة النادي الأهلي منتظرينكم إن شاء الله إن شاء الله في ماتش فلامانجو اللي جاي بإذن الله، وتحققوا الفوز وترفعوا راسنا وتشرفوا الكرة العربية والمصرية والإفريقية بإذن الله بالحصول على الميدالية البرونزية. ما تنسوناش في دعمكم ووقوفكم جنبنا برضو، الاشتراك في القناة، قناتكم المفضلة قناة الكرة في النادي، ولايك، ما تنسناش في اللايك وما تنسناش في الشير، ودعمكم دايما على راسنا، ونتشرف بيكم في أي وقت. ماشي، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.